ساعات احنا ما بنعرفش ترتيبات ربنا. امور ربنا بعيده عن فهم والاستقصاء، ما تقدرش تستقصيها حتى، ما تعرفش وراها ايه، لكن ربنا عارف. احكي لكم حكايه النهارده غريبه خالص، قريتها لكاتب روسي. بيقول كان في واحد جزمجي، والراجل الجزمجي ده كان فقير جدا جدا، مش عارف يعمل ايه. فمراته قعدت تقول له يا راجل احنا ما عندناش اكل وما عندناش حاجه، ما تروح تجيب الفلوس اللي ليك عند الناس. فلبس الطاقيه بتاعته، انتوا عارفين الفرو دي في التلج بقى، عايز التلج ماينس يعني ناقص 40 ولا حاجه، وحط على هدومه البلطو المقطع، الرقع باينه بتاعته، يعني هدومه باينه من تحت، وطلع يخبط يا عم فلان يا عم فلان انا ليه عندك ربع روبيا، ما هو هناك بالروبيا، طب خدها اهي يا عم فلان ليه عندك نص روبيا ومش لاقيين ناكل، خد النص روبيا. المهم قعد يجمع له 3-4 روبيا، وراجع فرحان، عدى على الخماره شم ريحه الفودكا، قال لك واو هي دي، اروح ادفي نفسي شويه بنص روبيا بس ولا حاجه. دخل صرف 3-4 روبيا ورجع يا مولاي كما خلقتني، ما معهوش ايه ولا مليم. وهو ماشي لقى عند باب الكنيسه بتاعت القريه بتاعتهم واحد راجل قاعد عريان خالص، ما صدقش روحه، فقال له هي ناقصاك عريان في التلج ده احنا ناقص 40 وانت عايش ازاي؟ وراح سايبه وماشي. هي قلبه وجعه كده، فرجع له قال له يا عم انت عريان ازاي؟ ما ينفعش كده. فالراجل بص له قال له ما انا ما عنديش هدوم. قال له خد البلطو بتاعي، فراح ملبسه البلطو بتاعه على اللحم. قال له اقول لك انا برضو لابس شويه هدوم، خد ادي الطاقيه بتاعتي، وراح حاطط له الطاقيه بتاعته الفروه دي فوق راسه، وقال له تعالى نام معايا في البيت، انا مش هسيبك كده في التلج، انت ما عندكش بيت؟ قال له لا. قال له تعالى معايا. فرح مراته اول ما فتحت شمت ريحه الفودكا، اديته الطريحه المظبوطه، انت جايب لي كمان واحد هومليس معاك، انا مش قاعده لك في البيت. لمت حاجتها وماشيه في منتهى النرفزه، وهي ماشيه خدت بالها ان الراجل لابس البلطو بتاع جوزها على اللحم، يعني لحمه باين، فقلبها رق قوي وصعب عليها. فراحت بصله وقالت له هو انت اتعشيت؟ لا. قالت طب انا هعمل لك اخر شويه دقيق عندنا خبزيه كده تاكلها. ورجعت تاني وحطت حاجتها وقعدت تخبز للراجل الغريب ده ايه الخبزيه دي. الراجل ابتسم، كان اول مره يبتسم من ساعه ما شافه الراجل. المهم الست هديت عقبال ما عملت الخبزيه، وهي نايمه جنب جوزها كده على الفرن من فوق، بتقول له الراجل ده كان معاك في الخماره ولا؟ قال لها لا، ده انا لقيته عريان قدام باب الكنيسه فصعب عليا قوي. قالت له صحيح انت بتعمل حاجات كلها غلط، بس كويس انك انقذته. مش عارف ليه قلبي رق قوي وصعب عليا لما شفت لحمه من تحت البتاع ده. قال لها اشوفه منين ده، ما عندوش بيت وما هشوفه الصبح يعني. المهم الست الصبح راحت تشحت من الناس التانيين شويه اكل ولا شويه دقيق ولا بتاع، والراجل الجزماجي قعد مع مين؟ مع الراجل الغريب. قال له انت اسمك ايه؟ الراجل قال له انا اسمي غريب مش مهم. فقال له خلاص هسميك غريب يعني انت ما معكش بطاقه ولا معاك اي حاجه؟ قال له لا. قال له طب بتعرف تشتغل ايه؟ قال له ما بعرفش اشتغل حاجه، بس لو علمتني هتعلم. قال له خلاص انا هعلمك ازاي تعمل الجزم وتساعدني يعني. فعلمه. المهم الراجل بقى مشهور جدا جدا ان عنده جزماتي شاطر جدا. هو الراجل لقط الشغلانه وابتدى يشتغل كويس جدا 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 بطريقه غريبه، لدرجه ان شهره الجزماجي بقت جامده قوي، بيجي له من كل حته في روسيا عشان يعمل لهم جزم. وغني جدا على حس مين؟ الغريب. والغريب قاعد على ترابيزه، كل اللي بيعمله بيشتغل وبياكل وبس، على كده ما بيعملش حاجه تانية. بعد 4 سنين دخل واحد غني جدا من بتوع القصر، هو مراته، بيقول للجزماجي انا جبت حته جلد اهي من اوروبا هديها لك تعمل لي جزمه، لو الجزمه اتشققت هقطع رقبتك، لو الخياطه اتقطعت هقطع رقبتك، لو الرباط مش عارف جراله ايه هقطع رقبتك، ها بس هديك فلوس كتير قوي تعملها. فراح الراجل الجزماجي بص للغريب وقال له
ايه رأيك؟ لتاني مرة في 4 سنين لقاه بيبتسم وقال له هنعملها له. فراح قال له خلاص هنعملها. الراجل مشي من هنا، فده اداله جزمجي ادى للغريب الجلد وقال له اعمل معروف، اوعى تتقطع ولا تعملها غلط ولا ايه، خد بالك كويس جدا. قال له حاضر. خدها عملها منتوفلي مش جزمه. الراجل بقى يلطم، ضيعتني، ضيعت حياتي، هيقطع رقبتي. والتاني ما بيتكلمش. ما فيش نص ساعه ولا حاجه لقيوا مرات الراجل الغني بعتها بتقول لو سمحتم ما تعملوش جزمه، اعملوا حته الجلد بنتوفلي، لان انا جوزي مات وهم عندهم في روسيا لما حد بيموت بيلبسوه بنتوفلي، فاعملوا بنتوفلي. فقالوا لها جاهز اهو، وراحوا مدينها البنتوفلي. وبعد كده قعد الراجل يشتغل برضو الغريب ده لغايه 7 سنين. فلاقي مرات الراجل الجزمجي عماله تقول ايه، ياه واحده ست جميله قوي ومعاها بنتين في منتهى الجمال، بس مش شكلها خالص يعني، واحده فيهم بتعرج. الراجل قام واتنطر الغريب وطلع يجري على الشباك وقعد يبص كويس قوي وبص على الست اللي جايه ومعاها العيال ومهتم جدا بيهم يعني. وكل اللي في البيت بيبصوا لبعض، هو ايه اللي حصل يعني، ده اول مره يهتم بحد. وبعدين دخلت الست فمرات الجزمجي بتقول لها بنتين حلوين قوي جمال مع انهم مش شكلك، والرجليها بايظه دي هنعمل لها جزمه مخصوص. قالت لها محتاجه جزمه. على فكره دول مش بناتي الحقيقه. كانت جنب القصر بتاعي كان في كوخ او عشه يعني، وكان في واحده ست فقيره قوي، وبعدين بعد ما جابت البنتين دول ماتت، وهي بتموت كسرت رجل واحده فيهم، وقعت على رجل واحده وبوظتها. وانا كان معايا بيبي ولد، فساب عليا البنتين، خدتهم عندي بقيت ارضعهم معايا. بعد شويه ابني مات وبقى هم دول بناتي، كتبتهم على اسمي وخلاص انا اعتبرتهم بناتي وداخلين مدارس يعني انجليزي اجنبيه ومش عارف ايه، وبربيهم احسن تربيه. والحمد لله ربنا عوضني عن ابني اللي مات ببنتين جمال مؤدبين وحلوين قوي يعني. والراجل الغريب مهتم بكل كلمه. بس الست مشيت، فراح الغريب وقف وقال لهم متهيألي انا ده لازم امشي دلوقتي. قال له تمشي تروح فين؟ قال لهم بيتي. قال له انت قلت ما عندكش بيت. قال لهم الحقيقه انا ملاك. ايه؟ انا ملاك، وكان ربنا بعتني اخد روح الست الفقيره اللي جنب القصر. وقعدت تعيط وتقول لي هتاخدني وتسيب عيالي؟ محدش هياخد باله منهم خالص، محدش هياخد باله منهم. انا لو مت هم هيموتوا في التلج ده. وانا رجعت ربنا وقلت له يا رب مش هينفع ناخد روحها، لان مين هياخد باله من عيال؟ فقال لي عشان انت مش لغايه دلوقتي مش قادر تفهم ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء، انزل وخليك بين البشر لغايه ما تتعلم دروس اساسيه جدا. قال له وانا اتعلمت 3 دروس مهمين جدا. اول درس، شايف فاكر مراتك لما كانت في منتهى العكننه ومره واحده قلبها رق عشان واحد اللي هو انا. فاول درس ان ربنا حاطط في قلب البشر حاجه حلوه، كل بني ادم جواه حاجه حلوه لو قدر يستغلها بيبقى انسان كويس قوي. الحاجه الثانيه ان البشر مش عارفين امتى هيطلعوا، فبيقعدوا يرتبوا هم مش عارفين. الراجل الغني اللي جه قال لك تعمل جزمه وما تقطعش لمده سنه وما تتجرحش لمده سنه والكلام ده، انا كنت شايف واحد من زمايلي واقف وراه هياخد روحه اوريدي وهو مش دريان. الحاجه الثالثه اللي انا فعلا اتعلمتها ان ربنا بيرتب لكل الناس. الام اللي ماتت دي لو كانت فضلت عايشه كانت هتربي عيالها في الخطيه عشان تاكل، لكن عشان البنات جميل جدا ربنا رتب الست الغنيه دي اداها عيل بس عشان ترضعهم وبعد كده يبقوا عيالها ويتربوا كويس. انا خدت بالي وعرفت ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء، ودلوقتي لازم اطلع. فعملوا فاير كبيره قوي او نار كبيره قوي، وهو طلع في وسط النار وطلع قدامهم للسماء وخد الدروس اللي هي لازم احنا كمان ناخدها، ان امور ربنا احنا مش بنفهمها. ما تقعدش تسأل كتير، ربنا ما ينفعش يتسأل، ربنا يتقال له اشكرك بس. صاحب المصنع عندنا قال هيسك المصنع وهيقفله،
وأنا يا أبونا في آخر الشهر مش هلاقي آكل يا أبونا، لا أنا ولا مرتي ولا عيالي، نعمل إيه يا قدس أبونا؟ مش عارفين نعمل إيه. وقعد يعيط لأبونا، والراجل يعيط وأبونا يطبطب عليه ويقول له صدقني يا ابني، صدقني ربنا مش هيسيبك، لا أنت ولا أولادك. حلقة النهاردة بتتكلم على إن ربنا بياخد باله وما عمره ما بينسانا، هو واخد باله من كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. وعشان كده قال انظروا إلى طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد وإنما أبوكم السماوي يقيتها، في إنجيل متى. ربنا ما بينساش حد. إذا كان هو بيقول كده، إذا كان ما بينساش طيور السماء فكم بالحري أنتم. ويقول في حتة تانية كم بالحري أنتم يا قليل الإيمان. يعني لازم تعرفوا إن ربنا واخد باله منكم، بيوكل طيور السماء. يعني إحنا كتير جدا جدا ما بيبقاش عندنا، يعني بحس إن ما عنديش إيمان، ما عنديش إيمان إن ممكن ربنا يعمل معجزة، ما عنديش إيمان إن ممكن يحرك قلب حد تجاهي. يعني ما عنديش إيمان. يعني لما بيجي لي حد كده ويقول لي واحدة تقول لي مثلا أنا جاي لي عريس حلو قوي وأنا بحبه قوي وهو بيحبني قوي، بس بابا مش راضي ولا ماما مش راضي عليه. كتير قوي كنت أقول لهم طب خلاص نعمل حاجة، نصلي لفترة معينة ونشوف ربنا هيقول إيه. يقول لي هنعرف إزاي؟ إن ربنا غير قلب بابا. إذا قال في قلبه خلاص أنا موافق، يبقى ربنا موافق. بس ده من رابع المستحيلات يا ابونا. احنا بنطلب من ربنا المستحيل. هو ربنا مش مهتم بيك أو بيكي، هو هيرتب. وبالطريقة دي احنا بنعرف حتى صوت ربنا، لأن أنا متأكد إن ربنا مش ممكن هينساني. يحكى عن واحد كده أبونا صعيدي في بلد صعيدة كده غلابة، وكان أبونا ده اسمه أبونا يوسف، راجل طيب وقديس وحلو قوي، وكان بيته مفتوح لكل الناس، اللي عاوز يجي واللي عاوز يكلمه في أي وقت يكلمه، وهو عمره ما قال لحد لا. وكان كمان لما يدخل له حد يحاول يأكله ويشربه ويهتم بيه. في مرة جاله راجل من العمال بتوع اللي ساكنين في القرية، وكان راجل بيشتغل في مصنع. يعني يا قدس أبونا يا قدس أبونا اتخرب بيتي يا قدس أبونا. قال له ليه يا حبيبي في ايه؟ قال له رئيس صاحب المصنع عندنا قال هيسك المصنع وهيقفله، وأنا يا أبونا في آخر الشهر مش هلاقي آكل يا أبونا، لا أنا ولا مرتي ولا عيالي، نعمل إيه يا قدس أبونا؟ مش عارفين نعمل إيه. وقعد يعيط لأبونا، وأبونا يقول له يا ابني القي على الرب همك وهو هيعولك. هو بيهتم بيك أنت وعيالك أكتر من أي حد تاني. اللي حتى لو اتقفل ده ربنا هيفتح باب تاني. يفتح فين يا أبونا؟ ده قدس أبونا، ده مفيش حد خالص ممكن يشتغل دلوقتي. والراجل يعيط وأبونا يطبطب عليه ويقول له صدقني يا ابني، صدقني ربنا مش هيسيبك، لا أنت ولا أولادك. والمهم قعد يكلمه إن ربنا بيقول انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقيتها. يعني ربنا هيقيتك أنت ومراتك وعيالك. الراجل مش قادر يفهم خالص وعمال يعيط وشايل الهم قوي. فأبونا قال له طب تعالى نكسر لقمة كده وبعد كده أصلي لك وتمشي. يعني والراجل بعد إلحاح قال له أنا لا قادر آكل ولا قادر أحط لقمة في بوقي وحناكي كده ممرر خالص يا قدس أبونا. قال له معلش تعالى اقعد، وصلى على الأكل وأكله. فكان جنبهم قطة سودة، قطة كده تيجي تقعد على إيديها كده ورفع إيديها ومستنية الفرج. فأبونا يرمي لها لقمة، تقوم واخدة اللقمة وجري، بدل ما تاكلها تاخدها وتطلع تجري وتيجي تقعد تاني مستنية. وعملت كده كذا مرة. فالراجل اللي عامل قال له هي بتعمل كده ليه يا قدس أبونا؟ قال له مش عارف يا ابني، نرمي لها لقمة ونروح نشوف هي بتعمل كده ليه، جايز بتحوشهم يعني. فالمهم رموا لها لقمة، وأبونا يوسف هو والراجل العامل ده مشوا ورا القطة عشان يشوفوا هي بتروح فين. لقيوها فضلت ماشية في القرية لغاية ما دخلت بيت مهجور ومكسر كده ومفيهوش حاجة، وفي الكورنر فيه قطة عامية لا تقدر تروح يمين ولا شمال. وليه قدامها الثلاث حتت بتاعت اللقم اللي هم ادوها للقطة السوداء، هي بتروح تحطها قدامها عشان تاكل.
فراح ابونا قال له ودموعه بتنزل كده، قال له شايف يا ولدي، شايف يعني ابوك السماوي مش ناسي القطه العاميه اللي مرميه في خرابه امها سابتها ومشيت، والقطه السوداء بتاخد لها اكل وتروح تاكلها، يبقى هينساك انت. خلي عندك ايمان يا ابني. الراجل اتعزى خالص وحس فعلا ان ربنا مش ممكن ينسى ولاده اذا كان ما نسيش القطه العاميه الغلبانه دي اللي في الكورنر اللي محدش عمره ممكن يسال عليها، ممكن تفضل جعانه لغايه ما تموت. وفعلا حصل ان بعد ما الراجل ده ساب المصنع مفيش كام يوم اشتغل في مصنع تاني واحسن بكتير وفلوس ازيد، وكانت كل الحاجات لخيره مش لشر ابدا، كانت للخير. وابوك السماوي لن ينساك ابدا. خلي عندك الايمان ده، حتى لو الشغل تعبينك وقايلين انهم هيطلعوك، ما يهمكش حبيبي، يسوع يفتح لك باب رزق تاني. اللي بتشتغل معاهم واكلين حقك، معلش يا حبيبي، يسوع هيبارك لك في حاجة تانية. خلي عندك إيمان. الإيمان بتاعك هو اللي ممكن يخلي ربنا يشتغل معك كويس قوي. ال8 دول وقعوا جوه المحيط وفضلوا 21 يوم. تخيل 21 يوم لا أكل ولا مية ولا أي حاجة. آية النهاردة اللي بنتكلم عليها بتقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة في إنجيل يوحنا. هو روح وحياة ليه؟ لأنه ممكن يديك حياة حتى لو كنت قريب قوي من الموت، ولو كنت ميت روحيا هيقدر يحييك. صدقني الكتاب المقدس مهم جدا، والناس المؤمنين بالكلام في الكتاب المقدس بتلاقيهم يعيشوا حياة روحية عالية جدا. الناس غير المؤمنين أو اللي مش بيستعملوا الكتاب المقدس فعلا بيخسروا جامد قوي. يعني انت روحك هتاكل ايه؟ تشرب ايه؟ انت مش انت روح وحياة، روح وجسد، انت جسد وروح، اتنين في بعض. فعشان جسدك بتاكل كتير، وعشان جسدك بتشرب. طب وعشان روحك لازم تشرب وتاكل وتتنظف كمان زي ما جسمك بيتنظف. انت بتاخد شاور تنظف جسدك، تقدم على سر الاعتراف والتوبة تنظف ايه؟ روحك. وتشرب وتاكل من كلام الكتاب المقدس. وجدت كلامك كالشهد فأكلته. فالكتاب المقدس ممكن ينقذك في أيام الضيق والضنك اللي انت ممكن تمر بيها. ليه؟ لأن ربنا بيفضل يفكرك بالآيات اللي انت قريتها ويعزيك من جوه، وهو سبب تعزية ورجاء. واللي يثبت الحكاية دي قصة جت ساعتها يعني في الدنيا في النيوز وانتشرت قوي، ان في واحد كان اسمه جوني بارتيك وقع هو و7 عسكريين معاه، وقعوا في المحيط الهادي أيام الحرب العالمية الثانية. والحمد لله كان معاهم زوارق نجاة اللي هي عبارة عن مطاط صغيرة. هم ال8 كان معاهم 3 زوارق، فكل 3 تقريبا في زورق أو في مركب صغير مطاط. انت طبعا لما تقول أبونا ده كلام مش منطقي، إن بوت أو مركب مطاط صغير فيه 2 أو 3 في وسط البحر الهايج، في وسط المحيط مش البحر، والأمواج فظيعة والشاركس والحيتان حواليه. أنا مش عارف إزاي قعدوا كده يعني. لكن هم لما وقعوا، الناس دي وقعت، ال8 دول وقعوا جوه المحيط وفضلوا 21 يوم. تخيل 21 يوم لا أكل ولا مية ولا أي حاجة، إلا اللي معاهم بقى خلصوه يعني بالتدريج سنة سنة، وقعدوا منتظرين الشمس تبهدلهم كل يوم، والمية الملح حواليهم بتخليهم جلدهم يتاكل، يعني منتهى الرعب. وبالليل الرعد والبرق بقى، والأمواج عمالة ترزع في الكام بوت دول، في الكام زورق الصغيرين دول. يقول لك ايه في مذكراتهم كلهم، وبالذات مذكرات جوني بارتيك ده اللي هو كان معاهم. العيلة بتاعته كانت عيلة روحية جدا، وكانوا بيقروا في الكتاب المقدس على طول كل يوم. وكل واحد من ولادهم يروح يدخل الجيش كانوا يدوله كتاب مقدس معاه. فهو جوني بارتيك كان مع
البتاع اللي هو شايلها على كتفه ده الباك باك كان فيها كتاب مقدس بتاعه. بس هو لما دخل الزورق كان أقل رتبة في كل الرتب اللي موجودة، فلم يجرؤ إنه يقول لهم يا جماعة نقرأ في الكتاب المقدس، بس هو كان مشتاق يقرأ في الكتاب المقدس. على اليوم السادس ما قدرش يمسك نفسه، وهم كده كده هيموتوا، فقال إيه يا جماعة أنا معايا كتاب مقدس وهقرأ فيه، تحبوا تسمعوا؟ قالوا له اقرا لنا، ما احنا كده كده ميتين يعني. فابتدى يقرا لهم في الكتاب المقدس، وبيقول ان كلهم اجمعوا في مذكراتهم ان قرايه الكتاب المقدس كانت بتديهم امل يوم بعد يوم. كل ما يقروا من العهد الجديد كانوا يبقوا فرحانين قوي وعندهم امل ورجاء ان يسوع مش هيسيبهم خالص وربنا هينقذهم بطريقه ما. فضلوا على كده 21 يوم، وكانت أكتر آية بيحبوها جدا اللي يقولوا له كررها اللي هي إيه؟ لا تهتموا بالغد فالغد يهتم بشانه. فكانوا كل يوم يقولوا إيه؟ النهاردة عدى نشكر يسوع، بكرة ربنا يهتم بيه زي ما اهتم بالنهاردة. وفضلوا كده لغاية بعد ربنا.